مشاهدينا أهلا بكم في الفقرة المفتوحة والفترة المفتوحة من قناة صوت الشعب مع فقراتنا المعتادة. فقرة الصحافة هيكون معنا فيها إن شاء الله مدير تحرير الجمهورية الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي حنظل. أيضا لقائنا مع مصر على الهواء وملف جديد هنتكلم فيه النهاردة عن دور الدبلوماسية المصرية في مكافحة الإرهاب. ضيفنا إن شاء الله هيكون في هذا اللقاء السفير أحمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أما لقاءنا مشاهدينا مع صوت الجماهير فبناء على طلب كل جماهيرنا بلقاء آخر مع الشاعر عطا نور اللي التقينا قبل أسابيع في لقاء سابق، وباقة من أشعاره الجديدة وكلماته الجديدة وبالتحديد عن القوات المسلحة هيكون معنا إن شاء الله من خلال صوت الجماهير. في صوت الجماهير منتظرين اتصالات من كل مشاهدينا نتفاعل معكم وإن شاء الله بنسمع آراء كل مشاهدينا. بنبدأ معكم استعراض أخبارنا اليوم والمنشطات الرئيسية في جميع الصحف المصرية والصحف القومية. بنبدأ معكم بجريدة الأهرام. في الحقيقة المنشطات الرئيسية في كل الجرائد مناسبة جدا مع فرحة الشعب وحزن الشعب في نفس الوقت على أبنائنا 21 شهيد اللي في الحقيقة لولا يعني المبادرة الهائلة والقوية والجميلة والرائعة من القوات المسلحة في اليوم التالي على التوالي، واللي حس بعدها كل المصريين بنصر عظيم وبتقدير عظيم للقوات المسلحة. هو ده جيش مصر وهم دول أبناء مصر، وهو ده رئيس مصر اللي احنا منتظرين منه دايما الجميل والجديد والمهم جدا لكل شعب مصر. هو ده اللي كل مصري محتاجه. لكن رد الشعب ايه على القوات المسلحة؟ هو ده اللي احنا محتاجين نأكده. لازم الشعب المصري يرجع تاني ايد واحدة، يرجع تاني يتكاتف، يرجع تاني يكون كل همه بلده بس. هو ده اللي احنا محتاجينه واللي هنأكد عليه النهاردة من خلال لقاءاتنا وفقراتنا من خلال كلامنا معاكم في صوت الشعب. منتظرين في الحقيقة تفاعل كبير من كل جماهيرنا ومن كل المواطنين عشان نعرف يا ترى بعد ما فعلا وجدنا ان احنا لنا جيش يحمينا ولنا رئيس يحمينا ورئيس قوي ان هو في اي وقت وبسرعه بيرد على اي عدو. دور القوات المسلحه مش ان هو يحارب العدو الداخلي، لا، المفروض ان هو بيحارب العدو الخارجي. المفروض ان المواطنين بيوفروا له جو امن بقى في الداخل علشان يقدر الجيش فعلا يكون عنده القوه الكافيه اللي تقدر ترد على اي اعتداء خارجي. هو ده اللي احنا محتاجينه في الفترة الجاية على الشعب المصري، ان هو يعود مرة تانية ايد واحدة، يعود مرة تانية شعب واحد. فعلا لما شفنا 21 شهيد وكانوا من المسيحيين، محدش ابدا حس ان ده مسيحي او ان احنا مسلمين او غيره، حسينا فعلا ان هم ابناء مصر. ولما القوات المسلحة قامت ايد واحدة علشان تدافع عن ابنائها وترد اللي حصل لابنائها، كان علشان كل ابناء مصر مش مسلم ولا مسيحي. تحية للجيش المصري وتحية لرئيس مصر، ويا رب دايما نشوفهم في أعلى مكان ونشوفهم دايما منتصرين، والدور الكبير بقى على الشعب المصري وعلى المواطنين. أخبارنا في الحقيقة في جريدة الأهرام كان المنشط الرئيسي الرئيس يشهد توقيع 5 عقود عسكرية مع فرنسا، المقاتلات تدق معاقل داعش ردا على بربرية التنظيم الإرهابي، القوات المسلحة للمصريين درع تحميهم وسيف يبتر الإرهاب، الجيش الليبي الضربات الجوية تمت بالتنسيق معنا. لما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم توجيه ضربة جوية ضد معسكرات تنظيم داعش الإرهابي فجر أمس، ذكر البيان اللي أصدرته القيادة العامة أنه تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعب مصر العظيم والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، وجهت القوات المسلحة ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر داعش بالأراضي الليبية. مرة تانية تحية لجيش مصر ورئيس مصر. الخبر الثاني معنا أيضا من جريدة الأهرام في الصفحة الأولى. خلال زيارته للكاتدرائية لتقديم العزاء، الرئيس وحدة المصريين السبيل الوحيد لدحر الإرهاب.
كان تصرف يعني في الحقيقة أشاد به الجميع، وقالوا أن رئيس مصر هو فعلا رجل مصري عارف العادات والتقاليد، لما يعني قدم واجب العزاء بعد الثأر من اللي ذبحوا وقتلوا أولادنا، رد عليهم وبعد كده يعني تقدم لتقديم العزاء. يعني قد ايه مهم ان احنا نعرف بقى ان احنا لنا رئيس بيحمينا ولنا جيش يحمينا، نوحد الصفوف ونرجع تاني شعب مصر الجميل اللي كل العالم بيتباهى بيه. معانا زميلنا عمرو صوت الشعب في مشروع قناة السويس الجديد. اهلا بيك يا عمرو. اهلا بيك زميله أميمة، تحياتي لك ولكل مشاهدينا مشاهدي صوت الشعب. اهلا بيك. اهلا بيك يا عمرو. ايه الاخبار في مشروع قناة السويس؟ نعم زميله أميمة، تحديدا الاعمال بتسير بشكل جيد جدا على قدم وساق على صعيد اعمال التكريك التي وصلت بالفعل حتى اخر تقرير مساء امس الى 62 مليون متر مكعب من الرمال المبلله التي تم رفعها بواسطه 29 كراكه بيمثلوا تحالفين، التحالف الاماراتي البلجيكي الهولندي من جهه، والتحالف البلجيكي الامريكي من جهه اخرى، بالاضافه الى 5 كراكات من هيئه قناه السويس. كراكات الهيئه بتعمل في المنطقه الشماليه منطقه البلاح، تحديدا توسيع وتعميق 10 كيلو متر، وايضا التحالف البلجيكي الامريكي متواجد في منطقه البحيرات الكبرى لتوسيع وتعميق 27 كيلو متر. اما التحالف الاماراتي البلجيكي الهولندي واللي هو قناه السويس الجديده 35 كيلو متر تحديدا في هذه المنطقه. معدلات الحفر اليوميه وصلت الى 1.5 مليون متر مكعب من الرمال بواسطه 29 كراكه زي ما ذكرنا، ومنتظر ان شاء الله ارتفاع معدلات هذه التكريك اليومي الى اكثر من ذلك مع وصول المزيد من الكراكات. معروف انه مفترض وصول 37 كراكه للمشاركه في جميع اعمال التكريك في المنطقه الرئيسيه 35 كيلومتر، وايضا المجرى الرئيسي للقناه بالكامل، وده ان شاء الله اعتقد في شهر مارس ان شاء الله يكون متواجد. احنا الان في انتظار وصول المستشار محفوظ صابر وزير العدل، واللي بيزور محافظه اسماعيليه اليوم، وان شاء الله ضمن زيارته انه هينتقل الى قناه السويس الجديده لتفقد هذا العمل الرائع. ايضا هو صباح اليوم قام بافتتاح عدد من الاستراحات للمستشارين والقضاة بمجمع المحاكم بمحافظه اسماعيليه، وايضا برفقه الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس والرئيس التنفيذي وتنميه محور قناه السويس، باعتبار ان هيئه قناه السويس كانت من الجهات المشاركه والمنفذه لاعمال التطوير التي تمت لهذه الاستراحات. على صعيد اعمال قناه السويس الجديده ان شاء الله مع وصول المستشار محفوظ صابر الى مركز المحاكاه التابع للهيئه، هيستمع لشرح وافي عن مشروع تنميه محور قناه السويس واعمال القناه الجديده من الفريق مهاب مميش، ثم بينتقل بعد ذلك الى شرق القناه للاستماع الى ما تم انجازه على ارض الواقع من اللواء اركان حرب كامل الوزير رئيس اركان الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. بشكرك جدا الزميل عمرو المليجي موفد قناة صوت الشعب في مشروع قناة السويس الجديد. شكرا جزيلا عمرو. معكم مشاهدينا مع سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. أهلا بيك يا فندم معانا. صباح الخير استاذ أميمة. اهلا بحضرتك. صباح الخير الساده المشاهدين. اهلا بيك. كلمنا عن احوال المرور في كل شوارع مصر، ايه الاخبار؟ صباح الخير. اولا احنا بنقدم تعزينا للاسر الضحايا ونحتسبهم عند الله شهداء. بالنسبه للحاله المروريه الحمد لله نتيجه لتحسن الاحوال الجويه، فالحاله المروريه الحمد لله اليوم اكثر من ممتازه عن امس. معلوم بالنسبه لامس كان في شبوره مائيه كثيفه، كانت عامله كثافات مروريه داخل مدن القاهره الكبرى، كذلك بالنسبه للمحاور الرئيسيه، كذلك بالنسبه للطرق الصحراويه والزراعيه، لكن الحمد لله النهارده مع تحسن الاحوال الجويه الحاله المروريه اكثر من ممتازه في كافه المحاور والميادين والانفاق، كذلك بالنسبه لمداخل ومخارج القاهره الكبرى، كذلك بالنسبه لطريق مصر اسكندريه الصحراوي ومصر اسكندريه الزراعي، بالنسبه لطريق اسيوط الصحراوي ايضا، كذلك بالنسبه لمداخل مناطق السويس واسماعيليه وبورسعيد. الحمد لله هدوء تماما بالنسبه للحاله المروريه. كان في بعض الكثافات المتحركه صباحا، معلوم بالنسبه لخروج الموظفين والمدارس والجامعات، الى الحمد لله حاليا في هدوء في الحاله المروريه، الا ان بعض الكثافات المستمره المتوسطه الخفيفه ما زالت من المستمره حتى الان. اعلى كوبري اكتوبر، اعلى الشهيد المتجه للغمره، كذلك اعلى 15 مايو المناطق الزمالك المتجه لميدان الكتكات، كذلك اعلى اكتوبر القادم من الجيزه اتجاه القاهره، كذلك الطريق الدائري المتجه الى مناطق المعادي ومناطق طرق ما زالت فيها بعض الكثافات المتحركه المتوسطه، كذلك بالنسبه لطريق النصر بمدينه نصر بعض الكثافات المتحركه المتجهه الى مطلع كوبري اكتوبر ومناطق العباسيه،
الحمد لله رجال المرور متواجدين منذ الصباح الباكر للمعاونه في تنظيم وتسيير الحركه المروريه والتعاون مع اي انتظار خاطئ. النهارده كان عندنا بعض الحوادث، كان عندنا حادثه على كوبري اكتوبر المتجه لغمره مصادمه بين سيارتين ناتج عنها اصابه احدى المواطنين. رجال المرور تولوا على نفس الموقع وبونش المرور تم نقل السيارتين من مكان الحادث وتسيير الحركه المروريه. كذلك كان في انقلاب سياره ميكروباص اتجاه فم الخليج، لكن الحمد لله ما كانش فيه مصابين، تم رفعها معرفه الحمايه المدنيه ورجال المرور وتم تسيير الحركه المروريه. بالنسبه لطريق الصحراوي كان عندنا حادثه في طريق اسيوط الغربي عند الكيلو 80 بين 3 سيارات تريلا نتج عنها وفاه احدى الاشخاص واصابه 9 اشخاص، ورجال اداره العامه للمرور توجهوا لنفس الموقع وتم عمل اللازم وتم سحب الطريق وتجنيب السيارات على يمين الطريق. كذلك كان عندنا برضه حادثه في طريق اسكندريه الصحراوي عند كيلو 67 المتجه للقاهره بين سيارتين نقل نتج عنها اصابه احدى المواطنين ووفاه اخر، وده نتيجه للتدافع وعدم الالتزام بالمسافات بين السيارات. لذلك بننصح الساده المواطنين خاصه في الطرق الصحراويه والزراعيه التزام المسافه بينه وبين السياره التي امامه بحيث لا تقل عن 3 أمتار. في حاجه النهارده مهمه جدا عايزين نقولها للساده المشاهدين اللي بيسمعونا بيشوفونا دلوقتي، ان النهارده كل عام وهم بخير، النهارده مولد سيدنا الحسين، فبالتالي هيكون في كثافات في الشارع صباح سالم، نفع الازهر، مناطق السيده عائشه، مناطق الازهر. لذلك بننصح الساده المشاهدين اللي هم معتادين اخذ شارع صباح سالم اتجاه نفع الازهر ان هم يتوجهوا في شارع صباح سالم. ابتداء من الساعه كام تحديدا؟ ابتداء ان شاء الله من الساعه 12 الظهر. 12 الظهر 12 الظهر هتبتدي الكثافات في شارع صباح سالم اتجاه نفع الازهر. لذلك احنا بننصح الساده المواطنين ان هم ياخدوا صباح سالم اتجاه كوبري الملك خالد، اتجاه كوبري الابرجيه، اتجاه ميدان السيده عائشه. كذلك بننصح الساده المواطنين اللي هم في مناطق حدائق القبه ان هم في عندنا حفر في ميدان ابن الحكم، ده عامل تاثير مباشر بنفس المنطقه وعامل تكدسات لقادم من ميدان التجنيد اتجاه ميدان المحكمه. لذلك بننصح الساده المواطنين استعمال شارع جسر السويس وشارع تبعة الجبل وعدم التوجه مباشره من ميدان التجنيد اتجاه ميدان ابن حكم. لذلك الحمد لله هدوء تام في مناطق القاهره الكبرى ومناطق الصحراويه الزراعيه ومناطق الصعيد، ورجال المرور سواء الاداره العامه للمرور او القاهره او الجيزه. تمام، بشكرك جدا. شكرا لسياده اللواء احمد هشام الخبير المروري، شكرا جزيلا. مشاهدينا واحنا معاكم اليوم لسه في معانا مجموعه كبيره من اخبارنا النهارده ومنشطات رئيسيه في الصحف القوميه هنتابعها بالتفصيل من خلال تحليل للصحافه مع الكاتب الصحفي الاستاذ حمدي حنظل مدير تحرير الجمهوريه بعد الفاصل ان شاء الله. حفظ الله مصر وجيش مصر، دعوة كل المصريين يرددوها هذه الأيام بحب وحماس، والأهم أنه بشرف. أهلا بكم معنا مع تحليل لأهم أخبارنا اليوم مع الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي حنظل مدير تحرير الجمهورية. أهلا بك معنا يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك بكل السادة المشاهدين. أهلا بك. ويعني مع حزننا على أبنائنا لكن قد إيه كلنا فرحة وبنهني نفسنا بتصرف القوات المسلحة وبرد الاعتبار للشعب المصري. يحيى الجيش المصري ويعيش كل جندي في هذا الجيش. أول امبارح بالليل كنا نايمين على حزن عميق، ودموعنا كلنا مسلمين ومسيحيين كانت على خدودنا. صباحنا الصبح والأمل بيملأنا في بكرة اللي هيبقى أفضل بكتير، في كرامة المصريين اللي استردت، في النجاح اللي ربنا عز وجل حققه على ايد جنودنا الابطال، في ان اراده المصريين ما تنكسرش وهيبه الدوله المصريه ما تنكسرش. ما بين ليله وضحاها كان الفرج. الحمد لله. والفرج ده له مغزى كبير ومعنى كبير جدا في نفوسنا كمصريين، المسلمين قبل المسيحيين، لان هؤلاء يعني دماء مصرية نقية ذهبت للقمة العيش الحلال
وجاءت شهيدة. والأهم يا فندم أن رد الرئيس والقوات المسلحة وجيش مصر كله يعني أفسد في الحقيقة خطتهم لفتنة طائفية كادت أن تحدث داخل مصر، لأن هم كانوا ممكن يقولوا كان ممكن يتصرفوا لو كانوا دول مسلمين مش مسيحيين. خلينا نقول ان في عوامل كتيرة تخلي انه الخيارات اللي كانت قدام الإدارة المصرية خيارات محدودة. انت قدام دولة مفككة، تمام، ما عندكيش قوام معين تقدري تتعاملي معاه على الارض عشان تتكلمي على اطلاق سراح مصريين، سواء كانوا بقى مصريين مسلمين، سواء كانوا مسيحيين، سواء كانوا صيادين، سواء كانوا مواطنين عاديين. وده بيخلينا نقول يا استاذه اميمه رساله مهمه جدا في ظل هذا الوضع الحرج اللي هو غير امن. نتمنى ونرجو كل المصريين، يعني مش معقول في وسط الوضع ده كله ونلاقي بعض الناس رايحين عشان ياخدوا تاشيره دخول ليبيا. يعني عايزين نتقي الله في بلدنا شويه، ونتقي الله في بيوتنا، ونتقي الله في نفسنا وفي اهالينا اللي مستنيينا. احنا بنقول خلال هذه الفتره علينا ان نتبع، يعني من هم داخل ليبيا عليهم اتباع اقصى درجات الحذر علشان يامنوا يعني يامنوا نفسهم ضد اي خطر ممكن يحصل لهم. وهؤلاء الذين يعانون الان ويجدون في السفر امل وحلم الخروج من عنق خلاص بقى في موت، بنقول لهم انه يعني بلدكم اولى بيكم. خلال هذه الفتره نستحمل شويه، وارجو على الجانب الاخر ان الدوله تولي اهتمام كبير جدا بتعجيل وتسريع عجله التنميه في صعيد مصر باعتباره المصدر الاعلى للعماله الى هذه العماله الطارده في هذا المجال. فاحنا عاوزين نعمل بقى نعجل بسرعه. واحنا شايفين ان في سرعه دلوقتي يعني من جميع الجهات لعوده المصريين المتواجدين في ليبيا، نعم. سواء عن طريق تونس او عن طريق السلوم، منفذ السلوم، نعم. يعني الدوله المصريه النهارده طبعا تفكر ان قبل كده كان في جسر جوي العمل برضه عشان العائدين او الراغبين في العوده من تونس، عبر تونس، وان هم يجوا مصر. تمام. وشفنا ان مصر لم تتاخر اطلاقا في ان تبعت كل الطيارات المطلوبه لهذا الامر. احنا النهارده بنقول ان في جسر جوي هينعمل من خلال ان شاء الله تونس، ويبقى فيه معابر امنه او طرق امنه المصريين الراغبين في العوده يلجأوا اليها من داخل ليبيا. وايضا في عند حدود مصر في السلوم هناك ايضا مش مجموعه عمل، كتيبه عمل مستنياهم بكل وسائل الاعاشه الممكنه، بكل وسائل الراحه الممكنه لتوصيلهم الى منازلهم والى اهاليهم ان شاء الله سالمين. نحن نتمنى السلامه لكل ابنائنا وكل اهالينا وكل اخواتنا اللي موجودين على الارض الليبيه، ولكن بنقول لهم بلدكم اولى بكم خلال هذه الفتره، عودوا الى بلدكم. وبنناشد الدوله وبنناشد ايضا رجال الاعمال والمستثمرين وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المساعده في ان تسهيل حياه هؤلاء، سواء عند عودتهم او الارتقاء بمستوى اهليهم، بحيث انه يبقى يلاقوا حد ادنى من الحياه الكريمه اللي تمنعهم من معاودة التفكير إلى الموت. تمام. نبدأ يعني أخبارنا بالتفصيل. يعني أنا حابة أن احنا يعني نركز على توقيع 5 عقود عسكرية مع فرنسا، وده المنشط الرئيسي لجريدة الأهرام. الرئيس بيشهد توقيع 5 عقود عسكرية مع فرنسا. المقاتلات تدك معاقل داعش ردا على بربرية التنظيم الإرهابي. القوات المسلحة للمصريين درع تحميهم وسيف يبتر الإرهاب. رسالة عظيمة جدا الشعب يعني وصلته امبارح، أن للشعب درع قوي يحميه. حضرتك قبل الفقرة بتاعتنا اتكلمت عن أن المصريين الآن يحسوا أن في رئيس وراهم. ليس فقط الرئيس قام بدور رائع. الرئيس بالليل قال إنه من خلال مجلس الدفاع الوطني سيكون هناك رد مصري في التوقيت والمكان الذي يختاره القيادة المصرية. وصبح الصبح كان قبل الناس ما تصحى من النوم كانت قواتنا المسلحة عملت هذه الضربة الجوية المركزة اللي بكل تقديرات العالم كانت ناجحة، وأقل نسبة نجاح قالت 90%. أقل نسبة نجاح قيلت إنها 90%. في ناس بتقول 100%، إنما أنا هقف عند 90%. هقف عند 150 واحد من الإرهابيين قتلوا حيث هم. هقف عند هؤلاء الذين خرجوا كالجرذان كالفئران من اماكنهم لكي يدخلوا في احضان بقى
الجيش الليبي اللي هو الجيش الوطني الليبي اللي كان محاصرهم بقاله شهرين ومش قادر يخش، لا النهارده مع الضربات الجويه المركزه للقوات المسلحه المصريه خرج هؤلاء، انكسر التجمع بتاعهم، بدأ يسقطوا في ايدي الجيش، ومن منهم حاول الخروج عبر زوارق بحريه الى البحر، برضه ربنا عز وجل اكرمنا وقدرنا وفي مصادر يا فندم بتؤكد ان مصادر ليبيه بتؤكد ان تصرف القوات المسلحه المصريه رفع من روح الجندي الليبي بقدر كبير جدا، وقادرين دلوقتي ان هم يواصلوا ويحاربوا بكل شجاعه. يعني جميل قوي قوي الالتحام اللي احنا عملناه. خلي بالك ان الشعب الليبي بيحب الشعب المصري، واحنا كمصريين بنحب الشعب الليبي، وهؤلاء القتله المجرمين الآثمين ليسوا من أبناء ليبيا بس، في ليبيين وفي مصريين وفي سودانيين وفي قطريين وفي تراكوة وفي أمريكي، في كل جنسيات العالم من الإرهابيين دول مرتزقة. أنا نفسي في حاجة والله العظيم يا أستاذة أميمة، نفسي الساعة اللي كانت في الإيد الشمال بتاع الأخ اللي هو كان بيتكلم ده تبقى غنيمة لأبناء مصر. أنا مش عايز هو ما يلزمنيش، إنما عايز الساعة دي لأنها رمز لهذا المرتزق، لهذا الانسان اللي بيحط رايه اسلاميه. وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بالسيف، يقول لك بعث بالحق، بعث بالحق، ارسلناك الا بالسيف. سيف ايه ده ربنا عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نيجي احنا نقول ارسلك بالسيف رحمه بالسيف ايه؟ يعني رحمه في السيف. وخناجر، كل التقارير بتاكد خناجر امريكيه الصنع. دول بياخدوا منين فلوس؟ دول بيجي لهم فلوس منين؟ دول مين اللي بيمولهم ومين اللي بيدربهم؟ وعلى فكره تدريبهم تدريب عالي، ما حدش يقدر يشكك في ده. الفيديوهات اللي هم عاملينها، التكنيك الفني بتاعها مش قليل، تكنيك فني ده شغل مخابرات طبعًا دوليه، شغل ناس بتصرف. وانا نفسي هنا اقول حاجه، ان الدول العربيه كلها بتجد في مصر درعا قويا. لماذا تشرد قطر؟ ليه ده؟ سؤال إيه السبب؟ سؤال انا مش قادر افهم له اجابه، رغم ان قطر دي يعني حته يعني دويله كده، ده قد شبرا، يعني حاجه يعني شبرا عندنا اعلى منها واتقل منها. وفي نفس الوقت طب ليه؟ والمصلحه مين دول بيشتغلوا؟ مصلحتهم ايه ان هم ينشروا صور اطفال ماتوا قبل كده بالغاز، يعني ويقولوا ان دول يعني ماتوا في الضربه الجويه، في الضربه الجويه المصريه. طب يعني انا مش قادر افهم، واعتقد ان الشعب المصري كله زي حالاتي كده مش قادر يفهم ليه دول بيعملوا ده. ليه؟ انت ده اسلام، انت مسلم عربي، انت عربي، انما هو هنا اسير لاجنده امريكيه صهيونيه، هدفها في الاول وفي الاخر ضرب القدرات العربيه، وعلى راسها وفي المقدمه منها القوه المصريه الوحيده المتماسكه وهي مصر. وتقليل من قيمه رد فعل الجيش المصري ورد اعتبارنا امام الجميع. هم كان هدفهم كسر هيبه الدوله المصريه، هدفهم ان هم يكسرونا. انما ربنا عز وجل ما حقق لهمش ده، لان عندنا جيش فعلا، جيش محترم، عندنا رئيس محترم فاهم كويس هو بيعمل ايه، وعندنا شعب قوي ومتماسك. النهارده الضربه اللي هم عملوها دي قد ايه، لو حضرتك شفت قريه العور في صمالوط، قد ايه الناس المسلمين والمسيحيين بيصلوا مع بعض في الكنيسه على ارواح هؤلاء، ومفيش حد، ما تقدريش تفرق المسلم من المسيحي. احنا كلنا كشعب، واعتقد انت وانا واي انسان على ظهر هذا في هذا الوطن العظيم، قد ايه كان من جواه بيحترق وبيتحرق، يعني بيت متنكد. ازاي ان ده؟ وبعدين هؤلاء الكفره، لا يعني ده المنظر نفسه، ده منظر الذبح نفسه منظر مؤذي، منظر مقزز، ده مقزز انسانيا ومرفوض دينيا. طبعا. طب ليه؟ فباسم اي اسلام يعني يتحدثون، باسم اي اسلام بيشوهوا صوره الاسلام، تشويه لصوره الاسلام للاسف. تعالي نقول لحضرتك حاجه كمان مهمه. انت عارف حضرتك ان ما يحدث في ليبيا ليس بعيدا عن ما يحدث في سيناء. تمام. عاوزين بس نقول خبر يعني عاجل. السلطات المصرية تنجح في الإفراج عن 21 صياد محتجزين في ليبيا، ودول ال 21 صياد اللي كان بيقال ان هم مخطوفين، لكن هم كانوا محتجزين في المياه الإقليمية، والحمد لله السلطات المصرية نجحت في الإفراج عنهم وهيعودوا لأرض الوطن إن شاء الله. وده يعني خبر جميل، لأن كان في قلق كبير جدا على ال 21 صياد. طيب تعرفي ان برضه لولا نجاح الضربه المصريه بتاعت امبارح واللي مستمره، ما كانوش دول افرج عنهم، لان ده تاكيد لقوه مصر
تاكيد لهيبه مصر انك انت ان دول يفرض عنهم النهارده، ده نتاج ايجابي ورائع اللي احنا عملناه امبارح. تعالي نقول لحضرتك بعد اذنك ان احنا عايزين بقى بنناشد اخواننا الصيادين، بنناشد اخواننا الصيادين المحترمين المصريين المحترمين، ابعدوا عن الاحتكاك دلوقتي بالمياه الاقليميه الليبيه، لان المياه الاقليميه الليبيه ليست كلها خالصه. هناك فرق، احنا عندنا 1700 فرقه تمارس الارهاب في ليبيا. 1700 فرقه 1700 فرقه منهم 5 مجموعات كبار، والخمس مجموعات الكبار دول الاعظم منهم مرتبط بداعش، واخد بالك، والباقيين ومنتشرين في البر والبحر، يعني لازم ناكد على ده. وبالتالي احنا عايزين يعني ننجو باولادنا وبدولتنا من ان احنا نبقى يعني اسرى لهؤلاء. لا، انا مش عايز بقى ابقى اسير تاني لهؤلاء، انا عايز اقلل على قد ما اقدر من امكانيه ان هم يصطادوا حد من المصريين هناك في هذه الفتره، لانه هم طبعا انت عارف حضرتك هذه الضربه الجويه والضربات التي تلتها والتي ستتلوها ان شاء الله في الايام القادمه سوف تهزهم هزا وتمزقهم تمزيقا، وبالتالي هم مش هيهدوا. فاحنا مش عاوزين هذا الجرح النازف منهم ينقلب الى حاجه ضد ولادنا. تمام. عاوزين يعني خبر معانا اخر من جريده الاهرام ايضا في الصفحه الاولى، خلال زيارته الكاتدرائيه لتقديم العزاء الرئيس وحده المصريين السبيل الوحيد لدحر الارهاب، وهو ده اللي احنا بنتكلم عنه يعني، وعاوزين نؤكد عليه ان وحده المصريين في الداخل هو ده بقى سبيلنا لدحر الارهاب والقضاء على الارهاب، وايضا يعني نخلي قواتنا المسلحه وجيش مصر متفرغ ل يعني حماية مصر من الخارج. هو الرئيس راح امتى امبارح؟ راح بعد الضربة الجوية ما انعملت. تمام. وبعد الضربة الجوية ما نجحت، وبعد ما أسال دماء هؤلاء الذين حاولوا أو الذين فعلا أسالوا دماء المصريين. في كلام كتير بينقال عن إن قائد مجموعة الذبح دي اللي هو القاع بن عمر ده ان هو سقط في الضربات المصريه. في كلام ندعو الله عز وجل ان يكون كلام مظبوط. اللي هو كان بيتكلم ولابس الساعه، اللي هو كان بيتكلم ولابس ساعه يعني غاليه، مش عايز اقول اسمها ايه. واخد بالك، انا ولذلك انا بقول دي الساعه دي انا عين عليها قوي، ويا رب تيجي غنيمه للشعب المصري. انا عايزها تيجي كده وتنحط في المتحف المصري جنب توت عنخ امون وجنب امون حتب وجنب فاحنا عايزين القاع بن عمرو ده، يعني عايزينه حي. اذا كان مات عايزين الساعه بتاعته، مش عايزين منه حاجه ثانيه غير الساعه دي. وبعدين نيجي نقول طيب في عندنا كمان كلام عن ان في 3 من كبار قاده داعش سقطوا ايضا في هذه الضربه الجويه، وان شاء الله هيسقطوا في الضربات القادمه. الرئيس لما راح يا استاذه اميمه راح بعد ما الضربه الجويه نجحت، وبعد ما قدر يقول انا بدات مش خلصت، بدات معركه الصقر للدماء الزكيه المصريه التي نزفت علينا على الارض الليبيه. وبالتالي اصبح من المقبول لدى القيم والتقاليد المصريه ان انا بعد ما خدت طاري اقدر اخد العزاء، وده اللي حصل بالفعل في الكاتدرائيه المصريه في العباسيه وفي الكنيسه في صمالوط. هنا حصل ده وهناك حصل ده، والنهارده كمان في عزاء اخر. المهم في الاخر ان مصر كلها جسد واحد، بنتقبل كلنا العزاء مع بعض في هؤلاء الشهداء اللي كلنا متاثرين باستشهادهم. كان الله في عون اهاليهم واسرهم، يعني في الحقيقه كان كلنا حزن، لكن الحمد لله تاني يوم يعني حسينا قد ايه بفخر ورفعنا كلنا رؤوسنا والحمد لله. خبر اخر معانا من جريده الاهرام ايضا في الصفحه الاولى، شكري بواشنطن للمشاركه في مؤتمر مواجهه الارهاب. يعني تعليقك ايه على هذه الزياره السريعه للمشاركه في المؤتمر الدولي لمواجهه الارهاب اللي هو يعني خصيصا دعت اليه الولايات المتحده عقب الهجوم على مقر مجله شارل ابدو الفرنسيه؟ هو لما يبقى في هجوم على مجله شارل ابدو الفرنسيه ده يبقى ارهاب، ولما يجي 21 مصري يقتلوا مش ارهاب؟ ارهاب واحد، هو ده ارهاب وده ارهاب، وهم كلهم مع بعض، كلهم نبتوا من عباءه واحده. تمام. كل هؤلاء الارهابيين والتكفيريين خرجوا من عباءه واحده، وبالتالي النهارده يعني ذهاب وزير الخارجيه المصري الى امريكا الى الامم المتحده هو جزء من المعركه التي تقودها مصر ضد
داعش في هذه المنطقه جزء من الحرب اللي تاخدها مصر ضد الارهاب في هذه المنطقه. انت بتحاربها عسكريا ورحت لهم حيث التجمعات بتاعتهم وحيث المناطق غرف العمليات والذخيره والى اخره ودكتهم هناك. سياسيا انت النهارده بتعمل تحالف دولي ضد هؤلاء، ومصر فرنسا ايطاليا على خط واحد في هذا التحالف، على اساس انه يبقى في نوع من التحالف الدولي لمواجهه داعش التي وجدت في ليبيا موقعا خصبا. وده بيهدد كل دول الجوار، مش مصر بس، ده بيهدد مصر وبيهدد تونس وبيهدد الجزائر، بيهدد ايطاليا على الناحيه الثانيه، لان ايطاليا عندها مخاوف من حاجتين. هي ايطاليا عندها مخاوف من ان هي قريبه جدا من السواحل الليبيه، انت عارف حضرتك. الحاجه الثانيه كمان ان ما يحدث في ليبيا بيصدر لها عمال، بيصدر لها مهاجرين غير مرغوب فيهم هناك في ايطاليا. فرنسا نفس الامر، فرنسا يهمها جدا استقرار هذه المنطقه، لانه فرنسا تجمع بهذه المنطقه تاريخ طويل. واذا كانت فرنسا عاصمه النور ومصر عاصمه الحضاره، فالاثنين متفقين على انه لا حياه ولا مستقبل في ظل هؤلاء الارهابيين والتكفيريين، وهناك تلاقي مصري في هذا الاطار. يبقى اذا زياره وزير الخارجيه المصري الى الامم المتحده هو نوع من حشد الدعم الدولي ضد هؤلاء الكفره، وضد بقى ان ما حدش يجي يقول ايه ده داعش ارهابيه والاخوان المسلمين مش ارهابيين. لا، الارهاب لا يفرق بين جماعه اخرى. كل من يكفر المجتمع، كل من يحمل الرصاص ضد المجتمع، كل من يستحل دماء المجتمع، كل من يساعد الارهاب والارهابيين فهو كافر، ولابد من محاربته والقضاء عليه. طيب، في نفس الخبر يعني ان مجلس الامن اصدر بيان شديد اللهجه دعا فيه دول العالم للتعاون مع مصر والحكومه الليبيه في التصدي للارهاب. يعني في الجزئيه دي بالتحديد، يعني المفروض ان فعلا نشوف بقى تكاتف من كل الدول. يعني شفنا داعش ما سابتش اي دوله في الحقيقه، يعني الاردن، اليابان، يعني امريكا وصحفي امريكي، الانجليز ما سابتش جنسيه الا ما هبشت فيها. تمام. وده لان ده كلب مسعور، ده كلب مسعور. الكلب المسعور ما ينفرقش بين واحد والتاني، هو كلب مسعور، هو يهمه منظر، هو الدم يعني باي يعني. طيب تعالى حضرتك نقول، طيب الامم المتحده هتوفر ايه؟ طيب هو اللي بيوفر التسليح للناس دي منين؟ مش من جوه الامم المتحده؟ مش دوله من دول الامم المتحده اللي بيوفر المعلومات لهم، اللي بيوفر لهم هذا الاسطول الضخم من السيارات، الامكانيات والتقنيه الفنيه اللي احنا شفنا يعني افلامهم بتقدم كانها افلام امريكيه، افلام اكشن امريكيه، لان هي امريكيه، امريكيه الصنع وامريكيه الهوى وامريكيه الهدف. احنا عايزين نقول يا جماعه للاسف الشديد، يعني النهارده انت لما بتضرب، مصر لما ضربت صح، راحت ركزت على مواقع محدده. طيب هل اماكن قياده العمليات اللي بتعملها داعش مش معروف لدى القوات الامريكيه والمتحالفه معها في منطقه في العراق وسوريا؟ لا، معروف. لماذا لا يكون هناك دك لهذه المواقع كما دكت مصر المواقع الليبيه؟ هي تدك هناك في المواقع المعروفه لهم. احنا محتاجين النهارده انه العالم بدل ما يتكلم فقط عن تركيا هل تدعم الارهاب ولا تدعمه؟ تركيا بتدعم الارهاب، وتركيا هي اللي ادت داعش مسارا امنا للدخول الى اراضي العراق واراضي سوريا. قطر هي التي تمول هؤلاء وبتدي لهم تمويل مباشر وغير مباشر وبعلم العالم. احنا المخابرات الامريكيه بمعلوماتها بتوصل لهم. اذا احنا عايزين العالم بدل ما يتكلم لا يتحالف بجد مع مصر ويبقى قوه واحده في مواجهه هذا الارهاب الذي لا يفرق بين دين واخر. يعني في الحقيقة عاوزين برضو نوجه نظر الجميع والكل لأهمية دور الإعلام في محاربة الإرهاب ومساندة الجيش وغيره. يعني احنا خلاص في وقت وفي موقف مش محتاجين فيه الرأي والرأي الآخر، هو رأي واحد فقط لمواجهة الإرهاب والوقوف بجانب الجيش المصري ورئيس مصر وشعب مصر لمصلحة مصر. أنا أول امبارح كنت حزين جدا لما كنت بشوف بعض القنوات الخاصة وقد ايه كانت بتنهش في الإدارة المصرية والقيادة المصرية والنظام المصري والكلام ده كله. طيب بعد ما حصل اللي حصل امبارح، أنا شفت بعض البرامج الخاصة، أنا يعني ارتحت إن بعضهم رجع بسرعة إلى صواب الموقف. إحنا عايزين ده. الإعلام دور مهم أوي يا أستاذ أميمة في هذه الفترة، دور مهم جدا. الإعلام ده واجهة الأمة، طريق منارة الأمة. الاعلام ده هو اللي بيساعد الناس على ان هي تفهم حقائق الاوضاع وما بعد. احنا عندنا للاسف طابور خامس بشري
وبعض الاعلاميين للاسف دون مستوى الامانه الملقاه على عاتقهم، وبيساعدوا على ترويج بعض الفتن وبعض الاشاعات الكاذبه لهدم الروح المعنويه لدى المصريين. هل بعد الضربه الجويه اللي حصلت وبعد ما نصرنا طلعوا بالطيارات دي وقاذفات القنابل اللي اشتغلت، وبعد الضحايا اللي على الارض، القتلى المجرمين اللي وقعوا على الارض دول، وبعد ما كل العالم بيتكلم عن نجاح الضربه الجويه، يجي بعض الناس عندنا يشككوا في ده؟ ليه؟ لمصلحه مين تشكك؟ انت اعلامي؟ ما انتش اعلامي مصري، انت ليك اجنده ثانيه، انت بتقبض من حته ثانيه. اكيد اكيد. انما اللي بيقبض من مصر واللي بيشرب من نيل مصر وخايف على مصر واولاده في مصر يتقي الله في مصر، واللي حاسس بمصريته ودوره كاعلامي ان هو يقف جنب جيش مصر وشعب مصر ويقدر ان هو يساعد ويقدم لنا الصوره الحقيقيه بصدق وشفافيه، هو ده الاعلامي المصري. استاذتي العزيزه، بره بيساندوا الدول بتاعتهم، الاعلام الغربي بيساند دولته حتى في الباطل. انا مش عايزك تساندني في الباطل يا اخي، بس ساندني وانا بدافع عنك وعن عرضك وعن كرامتك، عنك وعن بيتك وعن ابنك وعن بنتك. ساعدني كدوله. انا هنا مش بقول هنا الدوله مش السيسي، الدولة مصر أكبر من أي حد في العالم. إنما لما يجي رئيس مصر يعمل خطوة صح، أنا لازم أقف جنبه. هذا الرجل اللي بيشتغل فعلا بيشتغل بإخلاص. نفسي إن هذه العدوى من الإخلاص تنتقل إلى كل مواطن في مصر. هتبقى مصر حلوة قوي يا أستاذة أميمة لو الناس انعدت من رئيس الجمهورية واشتغلت بالطريقة بتاعته. مصر دي هتبقى بلد كويسة قوي. واشتغلنا بصدق وبضمير وشفنا قد ايه وقدرنا كمان قيمة اللي بيقوم بالعمل الجيد واللي بيقوم بعمله بإخلاص وأمانة، زي ما شفنا في الحقيقة السرعة الكبيرة برد الاعتبار من القوات المسلحة المصرية وجيش مصر ورئيس مصر. يعني قد ايه كانت مفاجأة للجميع لما سمعنا قبل كده خطاب الرئيس لما قال حق الرد لينا، احنا اللي بنحدد وقته وبنحدد امتى وازاي. وفوجئنا بعد طبعا كتير جدا من الاراء اللي قالت مفروض ان احنا ندافع وان احنا نحارب وان احنا ناخد حق ابنائنا، وفعلا كان تصرف سريع جدا من القوات المسلحه المصريه وبسرعه كانت يعني مش في اعتبار ناس كتير قوي. خلي بالك اللي عمل ما اتكلمش. يعني احنا كنا فاكر لما كنا بندير موضوع سد النهضه عبر الهواء قاعدين ونتكلم هنعمل موضوع سد، لا نروح نضرب طياره كده ونيجي وبتاع. يا عم انت بتهزر. تمام. انما واضح من خلال سرعه الضربه الجويه ان احنا ماشيين صح. الحمد لله. ان احنا عندنا خطط استراتيجيه وعندنا بدائل موضوعه وجاهزه. اوعى نفتكر ان ده موضوع تم في 5 دقائق ولا نص ساعه وان احنا رئيسنا على قد المسؤوليه وجيشنا على قد المسؤوليه، والحمد لله. بشكرك جدا، شكرا ليك الكاتب الصحفي الاستاذ حمدي حندل مدير تحرير الجمهوريه، شكرا جزيلا لحضرتك. بشكرك جدا. بعد الفاصل مشاهدينا هنرجع معكم مع مصر على الهواء، وهيكون ضيفنا ان شاء الله سياده السفير احمد الغمراوي مساسيه المصريه في مكافحه الارهاب، وانتظروا لقائنا ايضا من خلال صوت الجماهير مع الشاعر عطا نور.